عارف انا شغلت بس الانوار احتفالا بجمال قفشه وبكل حاجه النهارده قفشه قدمها في المباراه. يعني بص اقول لك على حاجه، فكره ان انت تنتقد لاعب والكلام ده وتتكلم عليه عادي، ده الطبيعي في الكوره، وكل واحد وليه وجهه نظر، كل واحد وليه راي، اي حد يقدر يتكلم في اي حاجه. بس الفكره بقى ان انت تلاقي ان اللاعب ده قعدت تتكلم عليه فتره كبيره جدا وقعدت تنتقده فتره كبيره جدا. الكلام هنا مش عليا، الكلام على كل الناس واي حد انتقد قفشه، وانا واحد منهم، بس اللي هو مش طول الوقت. بس الفكره معايا في ايه؟ ان انت تلاقي بقى ان اللاعب دوت بعد ما انت انتقدت كتير جدا تلاقيه فعلا هو اتغير، تلاقيه فعلا ان قعدته على الدكه اتغيرت، تلاقي ان فعلا الحاجات اللي هو كان بيعملها. باختصار انا بشوف قفشه نازل في المباراه اللي فاتت بتاعه الوداد والمباراه بتاعه النهارده بتاعه الحرس، هو قفشه نازل. هو اول حاجه قفشه كان بيستلم الكوره وهو وشه في الارض، قفشه كان بيستلم الكوره وبيلف وبياخد كذا ثانيه عقبال ما يفكر يشوف هو هيودي الكوره يمين هيوديها شمال، هيبتدي يرفع عينه، وساعات يلعب الكوره من غير اصلا ما يبص الناحيه الثانيه. كان ينزل يعني يبقى عايز الكوره من اي حد، اي حد يلاقي قفشه جنبه اديني الكوره، وبعد كده يروح مرجعها له تاني. الناس ابتدت ان هو تطلع الترندات بتاعت بياخد الكوره ويلف حوالين نفسه، وان قفشه يا ابني بص فوق، بص على اللعيبه اللي حواليك، بص على كذا. الفكره بقى ان هو ده اللي بيعمله قفشه. الفكره ان قفشه كان دايما بيقلل الريتم بتاع اللعبه، دلوقتي قفشه هو اللي بيسرع الريتم. احنا جبنا 3-0، قفشه ما سجلش اهداف، بس هو العريس، هو نجم الليله، بيسرع رتم المباراه بصوره كبيره جدا. ولما نزل في مباراه الوداد كان فارق، اللي هو الحبه اللي نزل فيهم في الاخر هو الوحيد اللي كان عنده القدره ساعتها ان هو ياخد الكره تحت رجله شويه، وبقى بيرفع عينه وبيوجه صح. ما بقاش بيستلم الكرة النهارده وهو باصص في الارض وبعد كده يبتدي يفكر، لا هو بيستلم الكرة والكرة ما بقتش بتقعد في رجله ثانيه ثانيتين ويروح موديها في المكان المناسب. الجون اللي هو بتاع طاهر، هو استلم الكرة ولف وبص على طاهر. لو رجعت القفشه من شهر كان قفشه كان هياخد الكرة كان هيكمل بيها لقدام، كان هيرجع لورا بس مش هيلعبها لطاهر، لا وبقى بيلعب الحاجات بالمقاس. كذا كرة النهارده مع شريف، يشوف شريف ويشوف ان شريف ممكن يجري في الحته دي، بس شريف هو ده اللي احنا هنتكلم عليه كمان شويه، ان شريف كان بيجري متاخر، وان شريف ساعات كان بيجري بسرعه، فلما بيجري متاخر ما بياخدش الكوره، ولما بيجري كان ساعتها حارس المرمى هو اللي بياخدها، ولما بيجري بسرعه كانش عارف يظبط الاوفسايد. فالفكره ان لا قفشه النهارده لو كان اللي معاه اللي جوه اللي هو الباكين والمهاجم اللي الجناحين والمهاجم اللي معاه، لو عارف انت لو عندهم كنترول صح على الكوره، لو الرؤيه بتاعتهم صح وبيتمركزوا صح وبيتحركوا صح، كنت هتلاقي قفشه النهارده مش خارج صانع جولين، لا كنت هيبقى فيه اكتر من كده بكتير، كان هيبقى رقم كبير. ده بالنسبه لقفشه. وانا اتمنى يعني بالاحتفال البسيط ده اتمنى ان قفشه يكمل كده، بجد اتمنى ان قفشه يكمل كده، واتمنى ان هي ما تكونش نزوه، لان وجوده في الملعب النهارده لا هو كان مهم، هو عمل ادوار النهارده ما حدش عارف يعملها غيره، فوجود قفشه في الملعب النهارده كان مهم. ودي حاجه احنا بقالنا كتير ما قلناهاش، ونرجع ونقول حاجه مهمه جدا، الخوف على اللي جاي مش على اللي بعد كده، فدي حاجه زي الفل. ده بالنسبه لقفشه. بالنسبه بقى تاني حاجه عايزين نتكلم عليها النهارده في الماتش عموما، هي الفكره كلها في البدايه ان كولر بدا المباراه ديت، انا شايف انها تشكيله مظبوطه، شايف ان هو يلعب كده، والاصل الفتره الجايه احنا محتاجين ان احنا نريح العناصر بتاعتنا ديت بصوره كبيره ان شاء الله، وحسم الدوري باذن الله جاي. طبعا مش نريحهم كلهم، بنريح جزء معين، نعمل اللي هو الروتيشن اللي احنا بنعمله. فالفكره بقى ان الثلاثي اللي لعب النهارده اللي هو كان في نص الملعب، هو دوت كان اللي هو الرهان بتاع النهارده يعتبر، اللي انت بتراهن على اللعيبه ديت انها تعمل لك حاجه كده. الفكره ان ماتش النهارده انت عارف ان حرس الحدود مش هيهاجمك، فانت مش محتاج قوي تدافع معاهم، خصوصا انت عندك الاثنين اللي ورا بيدافعوا كويس. فالفكره كلها ان انت لعبت بالسوليه وهو اللي كان بيتمركز لورا، وقفشه كان مايل لناحيه عبد القادر، وعندك الناحيه الثانيه كان لا قفشه كان مايل لناحيه طاهر، والقندوسي هو اللي كان مايل لعبد القادر. بالنسبه للقندوسي، فالقندوسي الفكره الناس ممكن ما تكونش شايفاه ظاهر قوي، او ما تكونش شايفه ان هو بيعمل الواو او الحاجه المطلوبه منه. الفكره كلها ان القندوسي عارف كل لاعب وليه ستايل، يا اما انت اللعيبه اللي حواليك تبقى مع الستايل بتاعك والدنيا تبقى تمام، يا اما انت هتتعود ازاي تخدم بالستايل بتاعك بقيه المنظومه. وهو دوت اللي ممكن نشوف كولر بيعمله الفتره الجايه. القندوسي بتاع لاعب اللي هو الكره هتجيلي من لمسه عندي اللي هو ايه، هوديها لك هنا هعملها لك هنا. فبرضه نفس الحوار اللي انا لسه قايله لك مع قفشه بالظبط، ان قفشه النهارده كان ممتاز، بس اللعيبه اللي حواليه الكنترول بتاعها، التمركز بتاعها، الحاجات اللي هي تعرف تعملها ما كانش افضل حاجه.
فقفشه خسر ان هو ما يبقى صانع اهداف كتير، والقندوسي في كل كره بياخدها. عارف لما يبقى عندك لاعب بجوده مختلفه واللي حواليه مش بنفس الجوده ديت، فالدنيا مش متوافقه قوي لسه مع بعض، هي ديت الحاجه بتاعت القندوسي. بس الفكره معايا بقى في حاجه تانية عشان ما اطولش اصلا. الفكره معايا ان احنا خسرنا الدوري في السنتين اللي فاتوا بسبب ان احنا كنا بنوصل، احنا كنا بنبقى اعلى فريق بيجيله فرص في الدوري، فكنا بنوصل بكور كتير جدا للمرمى، بس كنا بنضيعها. ما عندناش فكره الانهاء بشكل كويس. الكلام دوت مش عندنا بسهوله، ودوت علشان اللعيبه اللي عندنا مش افضل حاجه في الانهاء. دليل عندك النهارده محمد شريف في كذا كوره، طاهر في كذا كوره، عبد القادر في كذا كوره، مع ان عبد القادر وطاهر هم اللي جابوا جوان، بس ضيعوا قصادهم كتير. ومحمد شريف طبعا كل شويه انا يعني محمد شريف لو كملنا ماتشين ثلاثه بنفس الاسلوب بتاع النهارده ده، وان هو مش عارف يخدع الاوفسايد شويه بتاع فرقه الحرس، انا متوقع ان هو كان هيخرج باكبر ريكورد ان هو يتسجل باسم محمد شريف اكتر لاعب وقع في الاوفسايد. يعني دي كانت تبقى بالنسبه لي. فالفكره ارجع اقول لك تاني، احنا الجون الاولاني احنا خرجنا من الشوط الاولاني 1-0. انت كنت عامل اللي هو الثلاثي بتاع نص الملعب، هم بيضغطوا، الضغط ده بيتولد عنه ايه؟ ان اللعيبه بتاعه الحرس الدفاعي وحارس المرمى بيغلطوا، فانت بتستغل ده بقى. الفكره ان احنا كنا بنستغله، بس الانهاء عندنا مش افضل حاجه، وجبنا الجون كده يعني تسهيل ربنا. الفكره بقى معايا ان انت لو ما كنتش جبت الجون والماتش فضل مقفل، فكره الانهاء بتاعتك، احنا ياما خسرنا نقط قصاد فرق مش افضل حاجه، كنت بتخسر نقط كتير بسبب الانهاء بتاعك مش افضل حاجه. قبل ما نروح ماتش الوداد، كنا برضو احنا بنلعب مع سيراميكا، بنلعب مع الفرق ديت كلها اللي لعبنا معاها، وانبي وكل دولت، برضو كنت بتضيع فرص كتير، وبرضو كنت بتوصل. وبنرجع نقول مش عايزين نندم على الحاجات ديت في بطولة افريقيا. جينا في النهائي ضيعنا كذا فرصة، هنا كانت سهلة، وهناك في اخر 5-6 دقايق من المباراة ضيعنا بتاع جولين 3. هي دي بقى الازمه اللي عندك الحقيقيه. انت ممكن تبقى ماشي بالريتم كله صح بتاع الفريق، وعامل كل حاجه ضغط صح، واللعيبه كلها بتتمركز، يعني في اللي هو لما بيسلموا ويستلموا تمام ماشيين بصوره معقوله، بس بتيجي في اللحظه الاخيره انت مش عارف تنهي، ودي مشكله كبيره عند اللعيبه عندنا. بس ده يعني الكلام اللي انا عايز اقوله على الماتش النهارده بمختصر كده لذيذ وصغير عشان ما نطولش اكتر من كده. وارجع اقول لك ان انا مبسوط باداء قفشه تاني، مبسوط باداء قفشه تاني وتالت، واتمنى ان هو يكمل كده بجد. بس وده كان يعني كلام عن الماتش النهارده. فتنساش بقى اللايك وسبسكرايب على اليوتيوب وفولو وشير لو الحلقه عجبتك على فيسبوك. ان شاء الله اشوفكم في حلقات تانية جايه باذن الله. وكالعاده في النهايه ما تنساش السلام.